بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بيكم في فيديو جديد ولقاء جديد. النهاردة إن شاء الله يوم الثلاث 18 رمضان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده الأيام بتجري، خلاص داخلين على العشر الأواخر. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل منا ومنكم الصيام، ويتقبل منا ومنكم الدعاء، ويا رب يجعله شهر خير ورزق على الجميع، اللهم آمين. وربنا يا رب يحفظ مصر وشعبها وأهلها، ويحفظ الأمة العربية وتبقى هي الأمة القائدة. يلا بينا بقى نقول لكم اول مفاجآت مهرجان طيور الزينة اللي هيكون ان شاء الله موعده الثالث ايام العيد، شهر 4 ثالث ايام العيد الفطر المبارك. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مفاجأة من المفاجآت. يمكن امبارح واول حكينا حكاية عصفور المهرجان اللي كنا نبهنا عليها من اول مهرجان، لكن نظرا للكثافة العددية والضغط اللي كان عندنا ما لحقناش نعملها. ربنا وفقنا وعملناها المهرجان اللي فات، عصفور المهرجان. طيب كان ايه حكايته؟ ان احنا نقينا، طبعا بيجي لنا هدايا عصافير كتير من مشتركين القناه، والميزه ان هدايانا جايه من مشتركين القناه، تمام، مش من العارضين بس. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم، فاتبقى عندنا عصفورتين عملنا عليهم مزاد. بس عملنا عليهم مزاد ليه؟ عشان نفرح بيهم الناس. العصفورتين دولت احنا وزعنا كذا عصفوره، فاخر عصفورتين قلنا بدل ما نفرح بيهم اتنين بس، لا، عايزين يكون في استمراريه، عايزين فكر اقتصادي، عايزين فكر استثماري. ازاي نستغل الهدايا اللي عندنا ان احنا نولدها. ولدنا الهدايا، ولدنا الهدايا. ولدنا الهدايا ازاي؟ كان عندنا جوز استرالي، تمام، حته ريمبو، وكان الحته الثانيه تاتشات، وكانت الحته الثانيه حتى تعبانه شويه، وبعناها بما يرضي الله ان هي تعبانه شويه. فعملنا مزاد في مهرجان طيور الزينه اللي فات. اتباعوا بكام؟ اتباعت الحته الريمبو، الاثنين كانوا زغال شبات صغيره. الحته الريمبو اتباعت ب 205 بالظبط، والحته الثانيه التاتشات اتباعت ب 165. يبقوا الحتتين اتباعوا بكام؟ ب 370 جنيه. العصفورتين دول بقى ما نفرح بيهم اتنين. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه وهنفرح كام حد. الحمد لله بعد ما بعناهم ربنا وفقنا وجبنا مكانهم حاجات تانية. بكام؟ ب 390 جنيه. يعني بعنا ب 370، بعت ب 370، جبت حاجات ب 390، ودفعت 20 جنيه فرق من جيبي. راضي ومبسوط وعندي سعادة ادفع اضعاف مضاعفه. تمام، ما عنديش مشكله. اهم حاجه الناس اللي هتجيلنا اليوم دوت تروح مبسوطه. طيب ناكد ميعادنا ثالث يوم العيد ان شاء الله، منتظرينكم فرحه كبيره. طيب تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي جبناها ب 390. معروف الاسترالي، سعر الاسترالي الصغير كام؟ 150، 160، 170، 180 الجوز، تمام. وبنقول لكم دايما في اسعار التداول سعر الجوز الزغاليل، لو هتبيع تداول، انا مش بلم بشتري تداول، لو هتبيع تداول هتجيب الجوز من 150 ل 200، انت وشطارتك وعلى حسب الالوان اللي بتجيبها. طيب 370 زي ما قلت لكم جبنا بيه ب 390، يعني في 20 جنيه زياده. جبت ايه بقى ب 390؟ جبت جوزين. طب ما تيجوا نشوف جبت ايه مع بعض. بتعرفوا تعدوا؟ يلا نشوف الجوز اللي كان موجود وهيفرح اتنين ولد وهيفرح كام حد. والالوان اللي جبناها جبنا الوان ايه؟ ما شاء الله، ركز معايا كده. ادي حته اهي باندد، شايفين التقليب؟ ما شاء الله، حاجه تقليب نمره واحد. فرق، بصوا الطول، بصوا الحجم، بناضد، الوان مميزه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. ودي شبابات مش زغاليل، يعني المفترض الجوز ما يقلش عن 180 200، تمام، لو انا هبيع تداوله على المهل. يعني دولت المفروض كانوا يجيبوا جوزين. تعالوا نعد كده جبنا كام مع بعض. ادي اول حته اهي الباندد اللي واقفه قدامنا، شبابات مش زغاليل، واخدناهم من مشتركين القناه اللي بيجوا معانا المهرجان. واي لا، انا هطلعهم لك بالسعر ده عشان خاطر المهرجان، تمام. الحته الثانيه الحته الزرقاء النورمال ديت، حته موف نورمال، برضو جسمه صحة وريش وحجم ما شاء الله. الحتة التالتة باند التاني، باند التاني، حتة باندد نورمال سكاي، دي باندد اوبلاين او نورمال خفيفة، هي بتقلب اوبلاين، وديت نورمال سكاي. طيب الحتة التالتة، الناس اللي بتحب بقى الشوك برصاصي بتركيباته، ايه رأيكم في الحتة ديت؟ حتة نورمال فايلوت، شايفين الزرقان؟ شايفين التقليب؟ شايفين الطول؟ ما شاء الله، حاجه بيتي محترمه. يعني حتى لما جيت اشتري والله نقيت لكم الحلو، لان الغالي للغالي، الغالي للغالي، مش بنسترخص. اعلى تقليب. عندنا كام حته باندت كده؟ 3 حتت، ادي حته، 2، والثالثه، والحته الزرقاء يبقوا 4، وادي الحته الخامسه هي ظهرت قدامنا، حته باندت دبل فاكتور بنوته، تركيبات شوك برصاصي، تركيبات شوك برصاصي. شايفين الجمال وشايفين التقليب وشايفين الطول؟ الحته دي والله لو هتتباع مش اقل من 100 جنيه مقفوله لوحديها، 100 و100 وشويه كمان. شايفين ما شاء الله الجمال؟
كام حته كده عديناهم؟ ها قولوا، برافو عليكم. 5 حتت. الحته السادسه بقى، الحته السادسه هي جت قدامنا لوحديها. شوف لما يكون ربنا ميسرها واخده دورها وعارفه مكانها وقامت جت وقفت في دورها. حته بندد اصفر زيتوني، حته بندد اصفر زيتوني. يبقى 5 حتت بناضد الوان مميزه وحته واحده زرقاء. يبقى فكينا الحتتين اللي كانوا هيفرحوا 2 بكام؟ ب6 حتت. طب هل ال6 حتت كلهم هيتوزعوا؟ ابدا والله. ان شاء الله هنعمل برضو مكملين. عصفور المهرجان ده هيبقى مكمل معانا طول المهرجانات، فان شاء الله انتظروا عصفور المهرجان وهنقول لكم اللي هيحصل فيه ايه. تمام. فان شاء الله عصفور المهرجان مكمل معانا. هننقي من دولت برضو ان شاء الله كده. احتمال نوزع 4 أو 5. اكتبوا لي في التعليقات نوزع 4 ولا 5 ولا نوزع ال6 ولا نعمل مزاد على 1 ولا 2 ولا نعمل مزاد على 1 ولا 2. ايه رايكم؟ احنا شفنا ال6 حتت بتقليباتهم، اختاروا منهم حته او 2 نعمل عليهم مزاد المره الجايه، عشان ان شاء الله بفلوسهم هنجيب حاجات تانية احلى ليكم ان شاء الله. دي كده اول مفاجاتنا. انتظروا في ناس من مشتركين القناه تواصلوا معايا ومجهزين مفاجات جديده. بكره ان شاء الله نعلن عنها. كل يوم في مفاجاه جديده. دي كده اول مفاجاتنا النهارده. المزاد اللي بعناه الحمد لله لصالح الناس، مش لصالح مصطفى زينهم ولا لاصحاب مصطفى زينهم ولا لاصدقاء مصطفى زينهم. والحمد لله الهدايا كلها بتتوزع زي ما انتم شايفين للزوار، مش للاصدقاء ولا للاصحاب. فان شاء الله ال 370 جبنا بيهم هدايا ب 390 وبرضه عصافير، وبدل الاثنين ولدوا بقوا 6. شفتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ ده تفكيرنا. زي ما اقول لكم دايما ان شاء الله بنحاول نفكر في الجديد وازاي نستثمر الحاجه اللي عندنا بحيث يكون عندنا دايما في جديد ودايما يبقى فيه هدايا لحضراتكم ودايما نفرحكم. ربنا يقدرنا يا رب ونسعدكم ونفرحكم. ثالث يوم العيد منتظرينكم انتم، حضرتك واسرتك وعصافيرك. فسحه جميله في مكان جميل، الحديقه الدوليه، حديقه المهرجانات الدوليه. شكرا لكم واراكم على خير. انتظروا بكره مفاجاه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.